طيب احنا مشروع زريفت بزنس بارك قطع رقم 1 في مستقبل سيتي دايركت على الطريق الدائري الاوسطي ومحور بن زايد المركزي او محور جنوب المستقبل. ما بين اهم بوابتين الفتره دي بوابه العاصمه الاداريه الجديده والبوابه بتاعه مستقبل سيتي. الارض كلها عباره عن 65 فدان متقسمه لاربع سيكتور. اربع سيكتورز. اول سيكتور اللي هو زريفت بزنس بارك على مساحه 16.5 فدان. ثاني سيكتور اوتيل شيراتون، اوتيل 4 نجوم كونتراكتد و100% هيكون موجود معانا في الارض. ثالث سيكتور كومباوند فيلات عباره عن 10 فدان، فيلات سيرفيس دبي اوتيل شيراتون. رابع سيكتور الاربع مدارس جلوبال بارادايم انترناشونال سكولز. دول الاربع سيكتورز بتوع ال 65 فدان. احنا السيكتور اللي بنتكلم عليه اللي هو زريفت بزنس بارك عباره عن 16.5 فدان اللي هو البروجكت ده. 16.5 فدان مساحته 70,000 متر، واخد الكورنر بتاع الاوسطي بواجهه 365 متر مع الواجهه بتاعه محور بن زايد المركزي اللي هو مدخل العاصمه او محور جنوب المستقبل بواجهه 245 متر. اول حاجه في المشروع عندي ان انا واخد رخصه اسمها رخصه خدمات اقليميه، فبالتالي المشروع مش متصور عندي، مفيش حواليه سور، وفي نفس الوقت انا ليا اكسس من على الطرق الرئيسيه. ليا اول انترنس من على الدير الاوسطي، ثاني انترنس من على محور بن زايد المركزي، ثالث انترنس من على الشارع اللي فاصل ما بيني وما بين الاوتيل. المشروع كله عباره عن ووكينج ديستنس، ما بيمشيش فيه عربيات خالص من جوه. كله فيه 12 رامب للجراج في سيرفيس رود لافف حوالين المشروع من كل الاتجاهات. 12 رامب مدخل ومخرج للجراشات. 2 اندر جراوند باركينج على مساحه 50,000 متر يشيلوا 3600 عربيه لحد 4000 عربيه. اكبر ووتر فيتشر موجوده في افريقيا مساحتها 12,000 متر، وتاني اكبر واحده موجوده في الوطن العربي بعد مول دبي. عندي بنزينه على ارض المشروع من بره، دي برده من الحاجات اللي بتجيب اتراكشن بوينتس كويسه قوي. انا عندي شركات الاداره والتشغيل، شركه كاد بتدير 16.5 فدان. كاد ليها سابقه اعمال قويه قوي زي سبوت وبوينت 90 ومول ماكسيم والمسا اوتيل في العاصمه الاداريه. ومن فوق كاد على ال 65 فدان كلهم شركه جي ال ال، دي شركه رقم 2 على مستوى العالم في اداره وتشغيل المشاريع، ماسكه برج الخليفه في دبي. المشروع عندي عباره عن 16 بيلدينج سيبريت متقسم بالنص كده من هنا بالظبط. كل الجزء ده عباره عن ارضي ودورين محلات تجاريه، ارضي محلات واول محلات وتاني محلات، وكلهم كونكتد ببعض بتراسز من الدور الثاني، لان طبعا محمد طلعت الاستشاري الهندسي ربط كل المباني ببعض بحيث ان كل الترافيك بتاع كل المباني يوصل على كل الباقي. في نفس الوقت الجزء الثاني ده عندي ارضي كله كوميرشال. المباني اللي على الدائري الاوسطي اول ثاني ثالث مكاتب اداريه. المباني اللي ناحيه المدارس وكومباوند الفيلل بتكون ارضي كله كوميرشال، واول ثاني ثالث كله ميديكال يونتس. ده ميديكال سنتر فيه صيدليه ومعمل تحاليل ومركز اشعه وعيادات طبيه. متقسم عندي المشروع لتننت ميكس، متقسم بشكل كويس قوي. البيلدينج ده كله ارضي اول تاني عباره عن كيدز اريا دايركت على الاوسطي. المبنى ده تاني مبنى ارضي اول تاني عباره عن سينما كومبلكس 25 قاعه سينما. المبنى الثالث ده عباره عن اكبر هايبر ماركت موجود في المنطقه دي كلها على مساحه 5000 متر ارضي واول، والدور الثاني بيكون فيه الفود كورت. البيلدينج ده كله بيكون ستريب بنوك، 5 بنوك و5 شورومز و2 صيدليه. عندي 3 مباني درايف ثروز احنا مستغلينهم كويس قوي بسبب وجود البنزين عندي. ده بريف سريع جدا جدا عن البروجكت وعن الحاجات اللي موجوده جواه.